السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن شركة تيك تويز، ولو أول مرة تشوفوني بليز اعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وما تنسونيش في الكومنتس، بتفرق معايا جدا جدا جدا. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ الفيديو. شركة تيك تويز من الشركات بصراحة اللي أنا حبيتها وحبيت إن أنا أجيب منتجات منها. هي شركة مصرية. حبيت المنتجات بتاعتها للأطفال. أنا جربت في الأول خالص العربية، وبعدين لما لقيت الخامة كويسة بصراحة فطلبت العجلة اونلاين عادي، وانا ما شفتش خامتها، بس انا شفت فيديوهات ليهم على الصفحة بتاعتهم. هسيب لكم الصفحة في صندوق الوصف، لينك الفيسبوك بتاعهم، وهقول لكم برضو تجربتي معاها وبتناسب سن كام وانا جبتها منين وبكام وكل التفاصيل الخاصة بيها. اول حاجة لو احنا بنتكلم على العربية، تمام، هي الماركة اهي تيك تويز. تمام، هي ماركة كده بصراحة، يعني هي ماركة محترمة بالنسبة للعب الأطفال. لو بنتكلم على العربية زي ما انتم شايفين، العربية دي تناسب حوالي سنة ونص، من سنة وأربع شهور مثلا لغاية يعني ممكن 4 سنين كمان. تمام، هي تناسب الفئة العمرية دي. يعني هي تناسب الفئة العمرية من أول مثلا سنة وأربع شهور أو سنة وثلاث شهور. تمام، لو انتوا عايزين تجيبوها. بصراحة هي كويسة جدا وأنا ما عنديش أي مشكلة فيها. لما جيت أختار بصراحة ما كانش قدامي فرايتي للألوان، كان قدامي بس اللون الجراي، يعني لأن أنا كنت جايباها في عرض، كان تمنها تقريبا في العرض 350 جنيه، بس هي كانت تزيد شوية بره. ما كنتش أعرف إن في منها ألوان كتير بصراحة، بس أنا اخترتها يعني عشان شكلها كان عاجبني يعني، وحسيتها كده قيمة. زي ما انتوا شايفين كده، هي اللمض اللي هي الموجودة دي ما بتنورش، وعندها في اللي هي علامة الفراري. تمام. عندي بقى الدركسيون اللي هو الجزء اللي الدركسيون هنا بيتحرك يمين وشمال، تمام، عشان يساعد طبعا ان هو يعمل الاتجاهات بتاعة العربية. الدركسيون نفسه فيه زمارة. هي زمارته بصراحة تقيلة شوية، يعني انا ابني بيزمر بيها كده. تمام، هما يعني حسنوا الحاجة دي في العجلة. عندي هنا بقى جسم العربية نفسها. عندي هنا في كرسي، بصوا كده. الكرسي ده بيستخدم فيه زي صندوق كده، بيحط فيه اللعب بتاعته، بيبقى فرحان بيه جدا ويفضل يفتحه ويقفله. مزهقني اصلا لدرجة ان انا كنت حاسة ان الكرسي هيتكسر. تمام، شايفين الشكل اللي هو البادي. تمام، بصراحة هي شكلها كويس. ودي العلبة بتاعتها. تمام، العلبة بتاعتها مكتوب عليها ان هي بتناسب من سنتين لسبع سنين. هي طبعا 7 سنين ده هيبقى كبير قوي عليها بصراحة. هو يعني من سنتين لأربعة خمسة هتبقى مناسبة ليهم. زي ما انتوا شايفين اهو، دي التفاصيل الموجودة على العلبة. انتوا شايفينها اللي هي الجي تي اس. تمام، اهي. بصوا كده، دي الالوان بتاعتها. تمام، اللي هو الجراي ده اللي انا اخدته، في الابيض، في الاحمر، الاصفر، اللي هو البينك الزهري، واللي هو اللون البيربل اللي هو الموف. تمام. هم عندهم برضو شكل تاني للعربيات. ده الشكل التاني اللي هو شكل اللي هو البيني. تمام، او الماركة نفسها هم مسمينها بيني. دي الاشكال بتاعتها. تمام، اشكال البيني. يعني هما دول تقريبا، دي اللي هي الباني ودي اللي هي الجي تي اس، هما دول ماركت الشكلين يعني للعربيات اللي عندهم بصراحه. سواء دي او دي، هما يعني ممكن تطلبوا الماتيريال اونلاين وانتم ما عندكوش اي مشكله فيها، لان فعلا الماتيريالز بتاعتهم حلوه. طيب احنا كده اتكلمنا على العربيه خلاص، فخلاص احنا ركبنا العربيه وهندخل بقى على العجله. دي العجله بتاعتهم بتاعت الاطفال. طبعا زي ما انتم شايفين، هي فيها عجله من قدام وعجلتين من ورا. تمام، اللي هي الجزئيه دي والجزئيه دي. اللي بيجي، هي طبعا بتيجي مفكوكه. تمام. بيجي اللي هو البادي، الجسم نفسه، والكرسي بيبقى مفكوك، ودي بتبقى مفكوكه، واللي هو الجادون بتاعها، والجزء اللي هو اللي قدام ده اللي هو عامل زي يعني باسكت كده بيحطوا فيه يعني العابهم. تمام. اهي الماركه برضو هي تيك تويز. بصوا اللون جميل جدا. هو كمان بالنسبه للولد يعني بصراحه، هو اللون هنا اصلا الاضاءه ضاربه. هي الاضاءه كانت عاطيه لون جامد قوي فيها، مخليه اللون يعني زي فاتح، بس هي اللون على الحقيقه يعني هو لون غامق بصراحه. هو مش باين قوي في التصوير، بس هو لون غامق بصراحه، والخامه الماتيريالز بتاعتها جميله. طيب خلينا نتكلم بقى عليها واحده واحده. الجزء ده بيجي يعني مفكوك، انتوا بتركبوه. طريقه تركيبها موجوده على السايت بتاعهم، اللي انا برضو هسيبه لكم في صندوق الوصف. زي ما انتوا شايفين، ده الجادون بتاعها. بصوا الزمارة بتاعتها دي يعني ايه، اللي هو الكلاكس يعني ان هو يزمر بيها.
بصراحة يعني خفيفة. يعني هم هنا عملوها خفيفة كتير عن العربية. هي دي. انا ابني عنده يعني ما شاء الله دلوقتي سنة وخمس شهور، وهو بصراحة ما يعني لسه مش بيطولها قوي، يعني ممكن يقعد عليها بس مش بيطول الارض بيها، او مش بيطول ان هو يعني يلف البدال بتاعها. يعني لسه هي ما زالت كبيرة عليه. تمام. بصوا الجزء اللي ورا اهو. والكرسي هنا بيخش كبس، يعني بتحطيه الاول كده وبعد كده بيقولك يعني ان انتي بوش، يعني تدوسي على الكرسي جامد. ويعني طريقتها عموما يعني انا عشان ركبتها فهيبقى صعب عليا ان انا افكها، فهوريكوا او هحط لكم لينك الفيديو اللي هو بتاع التركيب، وهوريكوا دلوقتي الالوان بتاعتها وهوريكوا كل التفاصيل الخاصه بيها. تمام. انا دي كنت جايباها برضو في عرض، كان تمنها 500 جنيه. بس هي يعني هي اصلا تمنها في المحلات او في الاماكن حوالي 575 جنيه، يعني المفروض ما تزيدش عن كده، 600 جنيه بالكتير. بس لو عرفتي تجيبيها بنفس السعر برضو هيكون سعرها كويس، يعني 500 جنيه بصراحة هي تبقى كويسة جدا عليها، وهي فعلا تستاهل. شكلها من قدام هي والله الالوان باينه ان هي بهتانه خالص، بس هو اللون الاحمر يعني لون احمر مزهزه. خلي بالكم يا جماعه، والله انا مش ما فيش اي حاجه يعني بتعجبني كده بسهوله. بصراحة هي الماركة بتاعتها حلوة. ولو جبتوا اي حاجة من شركة تيك تويز يعني اطلبوها اونلاين وانتم مغمضين، مفيش اي مشكلة فيهم، وحاجتهم جميلة. تمام. هو ابني حبها وحب ان هو يلعب بيها، وهي تجربة بالنسبة له جديدة. تمام. دي كده بالنسبة للعجلة او اللي هي الترايسكل. عندي برضو الجدون هنا بيتحرك طبعا يمين وشمال. تمام. طيب هنبص بقى على العلبة بتاعتها، مكتوب عليها شركة تيك تويز، مكتوب عليها تريلو وترايسكل. هي ترايسكل عشان هي طبعا بثلاث عجلات. تمام. هي بيقول لي السن بتاعها من سنتين لست سنين. هي بتشيل لغايه 50 كيلو، مكتوب عليها كمان ان هي بتشيل لغايه 50 كيلو. اهو بصوا مكتوب هنا يعني up to 50 كيلو، بتشيل لغايه طفل وزنه 50 كيلو. هما كمان عاملين زي اختبار عليها كده على البيج بتاعتهم، جايبين يعني راجل كبير. تمام. شاب يعني، وواقف على العجل نفسها. وما حصلهاش حاجه الحمد لله. بصراحه الخامات بتاعتهم حلوه ومحمله. وانصحكم بيها. بصوا دي الالوان بتاعتها، هي في اللون الازرق اللي انا اخداه ده اللي هو اول حاجه، وفي اللون اللي هو البينك واللي هو على موفات، وفي اللي هي الاحمر اهو. بصوا ده البينك، ده الموف، ده الاحمر، وده الازرق. دي اللي انا جايباها. بس هي الحقيقه اصلا حلوه جدا يعني بجد. هي اصلا نيو برودكت عندهم، يعني لسه اصلا نازل، يعني مثلا يعني انا جايباها بقالي بتاع شهر حاليا. هي اصلا لما انا جبتها كانت لسه نازله بقالها 3 اسابيع اصلا في الشركه. فبصراحه انا اصلا كنت عايزه اجيب لابني يعني عجله، ان هو مثلا حاجه انا بحب اجيب له العاب ان هو يتسلى بيها. هو طبعا كلهم ما بيلعبوش بالالعاب دي، هم اصلا بيلعبوا باي حاجه، حاجات المطبخ بيفتحوا الدراج والكلام ده كله. بس هو يعني اللي هو يعني ايه، املا يعني في ان هم مثلا يتسلوا بالحاجات دي شويه. بصوا هما كاتبين اهو برضو يعني عليها حاجات ان هي يعني بتنمي المهارات، وبتشيل وزن 50 كيلو، متوفر منها 4 ألوان. فيها وحدة تخزين أمامية وخلفية. تمام. ان هي سهلة الحمل وبتنفع في الخروجات والفسح، وان المقعد مصمم بشكل مريح. هو المقعد مريح بصراحة ومريح للظهر. هاتوها بجد مش هتندموا، يعني لو ناويين تجيبوا هدية لحد فهتبقى دي هدية قيمة، سواء العجلة او سواء العربية. او ناويين تجيبوها لاولادكم فهي عمليه وهتستحمل وهتاخد معاكم، يعني ممكن لو عندكم كذا طفل بعد كده. لا هي بصراحه قويه وخامتهم حلوه، والماتيريالز بتاعتهم احلى حاجه في الماتيريالز بتاعتهم ان هي فيها لمعه. يعني هتحسوا ان العربيه كده بصوا بتلمع، يعني البلاستيك بتاعها بيلمع. والكرسي برضو نفس الكلام، البلاستيك بتاعه فيه لمعه. هو هنا لونه باين فاتح قوي بس هو اغمق من كده، وهنا برضو فيه لمعه. دي حاجه بصراحه انا بحبها يعني. انا بحب اهتم بالفينش، يعني بيهمني قوي قصه الفينش بتاع المنتج. انا اكون فدتكم بالفيديو وميرسي لوقتكم. ولو انتوا جربتوا اي منتج من المنتجات دي او ناويين تشتروها اكتبوا لي في الكومنتات، شاركوني كده يعني عشان احس ان احنا عيله واحده وعيله كبيره. عيله قناه مروه مامة عدي. بجد ميرسي ليكم لوقتكم، ويا ريت اكون فدتكم. وما تنسونيش برضو في اللايك والسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الجديد اللي انا بقدمه. وباي باي.